الاهلي والزمالك بتاع القاضيه ممكن. رغم ان الاهلي في الماتش ده ما كانش قد كده نهائي، وطول الماتش تقريبا بيلعب على الكونتر اتاك، لكن الماتش ده معايا ليه ذكريات مش طبيعيه وفرحه مش طبيعيه. انا فاكر ان بعد ما الحكم صفر انا اخدت الشارع طوله 300 الف متر جري، لغايه لما انا خلصت ووقفت كنت بموت، روحي بتطلع من كتر الجري، ان انا ما كنتش حاسس بنفسي وانا بجري اصلا من الفرح. بالنسبه لي ده كان اسعد يوم في حياتي تقريبا، وصعب يتكرر. تنساش تقول لنا في الكومنتات ذكرياتك مع اليوم ده ايه، لو انت اهلاوي طبعا اكيد بعد ما الجون جه او الحكم صفر ليك ذكريات ملهاش حل مع الماتش ده. ويلا بينا على اللي بعد. المركز السابع، الاهلي والنجم الساحلي نهائي بطولة افريقيا 2005، ماتش العودة اللي خلص 3-0، وده كان اول نهائي اشوفه في حياتي. عمري ما انسى اداء الاهلي في الماتش ده. الاهلي عمل ماتش كبير جدا جدا، وده كان بداية الجيل الذهبي بتاع النادي الاهلي اللي كسر الدنيا لمدة 15 سنة، ده اللي عمرنا ما هننساه كاهلاويه. الاهلي كسب وقتها 3-0، وكان ممكن يكسب في الماتش ده 5 و6 عادي جدا مستريح، مع ان ده ماتش نهائي المفروض يبقى فيه ندية وماتش قوي، والمفروض النجم الساحلي اساسا كانت فرقة جامدة قوي وقتها، لكن الاهلي خلينا كنا بنتفرج على ماتش عادي بيلعب فرقة من الدرجة الرابعة عادي جدا. غير الماتش ذات نفسه، اهداف الاهلي في الماتش ده كانت عالميه. شوف كده جون بركات ده يتحط في جايزه بوشكاش، ولا جون ابو تريكه نفس الار2 ارتوهات يا جدعان، دي اللي هي بتاعت 90 درجه، دي صعبه قوي تتجاب اساسا دلوقتي من لعيبه عالميه. ماتش زي ده بالجمال ده كان لازم يتحط في القائمه بتاعتنا. ويلا بينا على اللي بعده.